السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعل من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد ومفيد. فعل من التطبيقات في القناة عندي هقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي هتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه بيت فيندر انتي فيروس. التطبيق ده مساحته 9 ميجا و6 من 10، محمله اكتر من 5 مليون شخص. التطبيق ده خاص بالفيروسات او مسح الفيروسات او البرامج الضارة اللي على جهازك او اي حد داخل يخترق جهازك. تقدر من خلال التطبيق ده لو في مواقع او تطبيقات انت بتخش عليها او بتحمل تطبيقات او مواقع بتخش عليها عن طريق جوجل او عن طريق الانترنت، ودخلت على موقع غير موثوق فيه او موقع ممكن يكون فيه عامله حد هاكر، يعني على اساس انه يخش يسرق البيانات عندك من على الجهاز. فالتطبيق ده بينبهك وبيعرفك وبيقول لك ما تخشش على الموقع ده، ويجيب لك تحذير ان انت تحاول تخرج من الموقع ده بسرعة، او تحاول ان انت ما تخشش على الموقع او اللينك اكتر من كده. ده بيكون الفيروسات عبارة عن حاجتين، عبارة عن يا اما اشخاص بيحاولوا ان هم يتجسسوا على الجهاز بتاعك وياخدوا البيانات والداتا اللي عندك كلها ويسحبوا كل الملفات اللي عندك، وممكن بعد كده يكلموك في صورة تهديد ان هم ممكن يفضحوك مثلا بالصور اللي عندك او الفيديوهات، او لو فيديوهات شخصية او صور شخصية او مراتك او عيالك او حاجات زي كده. ممكن بتكون في فيروسات تانية بتخش على الجهاز علشان تدمر الداتا اللي عندك، تدمر بقى ملفات، تدمر صور، تدمر فيديوهات، افلام، ملفات خاصة بالشغل بتاعك. اي حاجة بيكون الغرض منها ان هي تدمير الداتا اللي عندك وخلاص. فده بيكون نوعين من الفيروسات. فده الغرض منهم فالتطبيق ده الغرض منه ان هو يحاول يمنع لك اي فيروس يخش على الجهاز، سواء حد داخل يسرق بياناتك ولو ليك حسابات او ارصده في البنك او حاجات زي كده، او حد داخل ان هو عايز يدمر الملفات اللي عندك وخلاص. ده كده الغرض من التطبيق، وده فائدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية. بس كده ده يعتبر نفس شرح التطبيق. بالنسبة للمميزات والعيوب، لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تكتب لي في الكومنت. لو شفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبة لو شفت ميزة وعيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بنوه عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد حمل التطبيق او شاهد الفيديو حمل التطبيق واكتشف فيه حاجه مختلفه عن اللي احنا قلناها سواء ميزه او عيب، يكتبها في التعليقات كمساعده منه لاي حد تاني يخش يشوف الفيديو. اما لو انت دخلت على القناه ولقيت الفيديو موجود على القناه بقاله فتره طويله، 10 شهور، سنه، اكتر من سنه، وحبيت اه وخايف ان انت تحمل التطبيق علشان الفيديو موجود بقاله فتره طويله، وخايف لا يكون فيه حاجات نزلت التطبيق ايجابيه او سلبيه، فانت ممكن تكتب لي في تعليقات اي فيديو وتقول لي اشرح لي التطبيق ده مره كمان، وانزل لك شرح مفصل ومبسط للتطبيق ومميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشترك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجه عن التطبيق. الكلام ده بنقوله علشان في بعض الناس بيخشوا على فيديوهات موجوده على القناه بقالها فتره طويله، وبعد ما يحمل التطبيق يقول لك احنا اكتشفنا حاجه مختلفه سواء ايجابيه او سلبيه. انت ليه ما قلتش كل الحاجات ده؟ ببساطه لان دي تطبيقات يعني بينزل لها تحديثات مستمريه، يعني ممكن كل يومين، كل اسبوع، كل شهر تلاقي فيه تحديث، ممكن يخلي التطبيق افضل وممكن يخلي التطبيق اوحش. عشان كده دايما بننوه التنويه ده. وشكرا، سلام عليكم.